صباحكم جميل وهنا وسعادة، وصباحكم حب وسلام وعطاء. النهاردة لقائنا الأول من لقاءات شهر مارس، واللي هنتكلم فيه إن شاء الله عن الرمز بتاع الشهر. طبعا مع بداية شغلنا في الموسم الجديد اللي هو الثالث بتاع عضوية سيماتوي السنوية، واحنا بنتكلم دايما عن فكرة. في كل شهر من الشهور بناخد عنصر من عناصر الطبيعة ونشوف المصري القديم كانت نظرته ورؤيته لهذا العنصر في الطبيعة إيه، وإزاي المصري القديم والحضارة المصرية القديمة كانت بتبص على إن الطبيعة هي المعلم الأول، وشافوا إن الإله العظيم اللي خلق هذا الكون خلق كل عنصر من عناصر الكون علشان يكون بيعلمنا وبيفهمنا جزء معين من تكويننا الإنساني والروحاني والنفسي. فشافوا إن الطبيعة عبارة عن هدية divine gift، هدية إلهية، وإن إحنا كلنا إحنا وكائنات الطبيعة من حوالينا، سواء الأشجار، كل ما هو في السماء وكل ما هو على الأرض وكل ما هو في بطن الأرض وكل ما هو في الماء، وكل حاجة حوالينا هي انسباير، شيء بيلهمنا وشيء بيعرفنا إن هناك خالق أعظم. في مصر القديمة كمان قالوا إن كل كائن في الطبيعة حوالينا عنده نتر، أو عنده نيتشر، عنده طبيعة، عنده سلوك. والطبيعة والسلوك اللي بيحكم حياة وسلوكيات هذا الكائن هي عطية إلهية. يعني الإله اللي خلقه إداله طبيعة معينة، سواء طبيعة طبيعة أجريسيف أو طبيعة سموث، طبيعة لطيفة أو طبيعة افتراسية، طبيعة فيها مكر وخديعة، أو طبيعة فيها فضيلة وشجاعة. أيا كان الشكل أو الطبيعة بتاعت كل كائن حي، فالمصري القديم قال إن هذه الطبيعة الإله اللي خلق الكون أعطى لكل كائن حي طبيعته وسلوكه، ولكن أعطى للإنسان وقت خلقه كل أنواع الطبائع والسلوكيات. يعني حط فينا طبائع كتير جدا. أنا كعلي وحضراتكم كل واحد بشخصه بيبقى لينا طبائع ولينا سلوكيات كتير بنتعامل معاها على حسب اختلاف المواقف في الحياة. فالإنسان واحد من الكائنات الحية اللي بيملك أو هو متعدد الطبائع. طبيعتي في الوقت ده إن أنا متناغم وجميل ومبسوط ومعطاء، في مواقف تانية ببقى غضبان وأجريسيف وبهاجم في طبيعة، وفي موقف تالت بكون إنسان شجاع، في موقف تالت بكون إنسان عندي خوف وقلق وبتراجع، في موقف تالت بيبقى فيه كذا. فإحنا عندنا تعدد طبائع، لكن الطبيعة من حوالينا كل عنصر عنده طبيعة واحدة بس. فالإله لما خلق هذا الكون وعمل لكل كائن حي طبيعة وسلوك ليه، عمل هذا السلوك علشان خاطر يكون تذكير وتعليم لينا بطريقة مباشرة، إن أنت بتحمل هذه الطبيعة وتقدر إن أنت تأكتيفيت هذه الطبيعة جواك وتقدر تتناغم معاها. وأصبحت الطبيعة في مصر القديمة معلم قوي جدا. من ضمن كائنات هذه الطبيعة اتكلمنا قبل كده عن أنثى الأسد، واتكلمنا عن الكبش، واتكلمنا عن حاجات كتير جدا جدا من الكائنات الحية، منها طيور زي الحداية، ومنها حيوانات، ومنها أشجار زي شجرة الجميز لما اتكلمنا عنها. النهاردة لقائنا عن البقرة ككائن حي. المصري القديم شافه إزاي؟ العين اللي أدركته في الحضارة المصرية القديمة، والعين اللي أدركته من الحضارات التانية زي الحضارة الهندية والحضارة الصينية، وزي الحضارات التانية. الحضارات القديمة دي شافت البقرة إزاي،
والعقائد كمان والأديان السماوية شافت البقرة إزاي، زي اليهودية وزي المسيحية وزي الإسلام. وإحنا دلوقتي نقدر نشوف البقرة إزاي، وإزاي نقدر ناخد هذا الكائن الحي كمعلم ومرشد روحي لينا، وبالتالي يبقى إحنا آم، نفذنا الهدف الأسمى من وجود الطبيعة حوالينا. ربنا لما خلق كل كائن حي أعطى ليه وظيفة مادية قدامنا في رؤيتنا، وأعطى ليه طبيعة تانية روحية كمعلم ومرشد روحي بيدينا سلوكيات معينة. فالطبيعة المادية كلنا بندركها، عارفين هدف والاستفادات من كل كائن حي حوالينا. من البقرة بناخد لحمة ولبن وبناخد كذا وخدمة في الزراعة وهكذا. من الخنازير مثلا بنستخلص منها الأنسولين وبنعمل كذا وكذا. من الكائن الحي الفلاني، فده ممكن يبقى فيه استفادة مادية واحدة، وده ممكن يبقى فيه أكتر. ولكن ورا هذه الاستفادة المادية دايما لكل كائن حي هناك نظرة روحية وفلسفية للكائن الحي. إذا أدركناها فإحنا ضاعفنا استفادتنا من كل كائن حي حوالينا في الطبيعة. البقرة في مصر، في الهند، وفي سومر وبابل في العراق كانت رمز جميل جدا جدا بيعلمنا حاجات كتير قوي. في مصر البقرة كانت بتحمل عدد كبير جدا من الرموز، لأن البقرة كانت عضو وعنصر أصيل في الحضارة المصرية القديمة. ليه عنصر أصيل في الحضارة المصرية القديمة البقرة؟ لأن المجتمع المصري القديم كان مجتمع زراعي. مجتمع زراعي يعني فلاح وأرض ومية، فبالتالي عنده فرصة كبيرة جدا جدا إنه يستأنس حيوانات أليفة يقدر يستخدمها. فعنده الكلاب على سبيل المثال للحراسة، وعنده الحيوانات اللي هيربيها علشان تبقى جزء منها مساعد في الزراعة، وجزء منها مساعد في الغذاء. فهنا كانت البقرة عنصر أساسي وقريب جدا 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 للمصريين، بيشوفوه في قدامهم طول الوقت، من أول شروق الشمس لغروب الشمس. هو شايف دايما كائنات حية كتير جوه قدامه بتعلمه. بيقعد كده في وقت الأيالة زي ما بنقول كده، الفلاح ياخد المواشي بتاعته من البيت ويوديها الغيط، ويودي لهم العشب علشان يأكلهم. وبعد كده يقعد بقى وقت الظهرية، وقت الأيالة، بدل ما يروح البيت ويرجع مرة تانية، لا هو بيقيل، بيقعد في الغيط بتاعته لحد الغروب. فطول الفترة اللي هو فيها ما بيعملش حاجة دي، وقت الأيالة دي، وقت الظهرية دي، شايف الحيوانات بتاعته قدامه واقفة في المربط مكان ما هو رابطها، وبتتناغم وبتتفاعل مع بعضها. فبيشوف البقرة وهي بتتفاعل مع الأكل، بيشوف البقرة وهي بتتفاعل مع البيبس بتاعتها، بيشوف البقرة وهي بتتفاعل مع غيرها من الكائنات الحية المختلفة تماما عن جنسها. فهو عنده وقت طويل قاعد يتفرج على هذا الكائن الحي الجميل جدا. وفي نفس الوقت لما بيروحها البيت، في نفس الوقت بيبدأ ياخد منها لبن، وبيبدأ يشوفها وهي بترضع الصغير بتاعها، وبيشوفها كمان وهي بتعطيله اللبن كبشري. يعني هي مش بتمنع عنه حتى هو كبشر اللبن، لا برضو بتحن زي ما احنا بنقول كده، بيحننها وبتديله اللبن زي ما بترضع الصغير بتاعها، بتديله هو كمان اللبن. بتساعده في حرث الأرض بتاعته علشان خاطر يبدأ يزرعها من الأول وجديد. فبيتعامل مع البقرة بشكل كبير جدا، فبدأ ياخد هذه البقرة كرمز لما يسمى دلوقتي ال unconditional love، الحب الغير مشروط.
العطاء اللي بلا حدود. بتدي لك جلود، تدي لك لحمة، تدي لك خدمة في الأرض، تدي لك لبن، و... وكل حاجة تقريبا فيها أنت بتستخدمها. وهذا العطاء غير مشروط بشيء معين، مش مشروط أبدا إن أنت تقدم لها خدمة علشان تديلك. فبدأ يعتبرها على إنها رمز للأنكونديشنال لاف، الحب والعطاء اللي بلا شروط وبلا حدود. وبدأ بعد كده يربطها بصفات إلهية، وبدأ يعرف المصري القديم إن جوه هذا الكائن الحي في صفات إلهية بتتحكم في هذا الكائن، بتخليه يعطي بلا حدود. صفات إلهية بتخليه بيعطي عطاء يكاد يكون تضحية بالنفس من أجل الآخر، يكاد يكون رحمة إلهية عظيمة جدا بتحرك هذا الكائن الحي متجسد جواه. فبدأ يربطها بحتحور، بدأ يربطها بنوت. وهنتكلم عن الجانب المقدس في البقرة في اللقاء اللي من بعده، لما نتكلم عن حتحور الرحمة الإلهية، وإزاي المصري القديم شاف هذا الإله العظيم إن هو إله رحيم، وإله بيرعى كل كائن حي، وكل إنسان واعي بيكون في رحمة الإله. فالمصري القديم من كتر ان هو شاف كمية هذه العطاء في هذا الكائن الحي، بدأ يقول انها تجسيد للرحمة الإلهية، وانها فيها طاقة مقدسة بتحكم سلوكياتها في الحياة بشكل قوي جدا. في الهند، الهنود بصوا للبقرة نفس نظرة قريبة جدا من الحضارة المصرية القديمة، فشافوا فيها ما يسمى غاوماتا. غاوماتا دي اللي هي الأم الأرضية. الحضارة الهندية كان عندهم أم سماوية وأم أرضية، فشافوا إن البقرة هي تجسيد للغوتامة اللي هي الأم الأرضية، وقالوا إن هي رمز العطاء الغير محدود برضو. وقالوا كمان إن البقرة دي بتمثل طاقة الحياة المتجسدة في الكون، فهي متجسدة بشكل كبير أو واضح في البقرة. وسموا طاقة الحياة الكونية دي برانا. البرانا اللي هو البرانيك هيلينج، اللي احنا كنوع من انواع واساليب العلاج بالطاقه الحيويه الموجوده في الكون من حوالينا، فسموها برانا في الهند. وقالوا انها رمز العطاء الغير محدود، لانها بتدينا اللبن وبتدينا وكل حاجه فيها مفيده. قالوا ان كل شيء في هذا الكائن مفيد. يعني اللبن بتاعها بنشربه، الروث والبول بتاعها، حتى الروث والبول بتاعها سماد للأرض بيجدد خصوبة، فكل حاجة فيها مفيدة. فالحضارة الهندية شافتها كأم أرضية، وإنها بتمثل إنها نبض ومصدر كبير جدا لطاقة الحياة، فخدوها رمز للإيه؟ للبرانا. في سومر وبابل، حضارة بتاعت العراق، قالوا إن البقرة دي بتمثل إنانا عشتار. إنانا عشتار ربط الخصوبة، الأنوثة، الفرتيليتي، الوفرة والابوندنس، إن كل شيء حواليك كتير، وفي ثراء وفي فلو وفي تدفق دائم بلا انقطاع. فشافوا إن هذا الرمز بتاع الأنوثة والخصوبة والوفرة والثراء الغير محدود هو بتمثله البقرة بشكل كبير جدا. حتى الأديان زي اليهودية والمسيحية والإسلام كان عندهم رؤية عميقة لما وراء العنصر والكائن البشري الجميل ده. وقالوا في اليهودية إن البقرة اللي بيبقى لونها أحمر، كانوا بيستخدموا هذا النوع من البقر اللي هو واخد الشكل الأحمر أو البني، إن هو رمز التطهير الروحي. فكانوا بيبقى في من الطقوس في الشريعة اليهودية
ان هم بياخدوا هذه الابكار وبيستخدموها كقربان للتطهير الروحي وفي الطقوس التطهير الروحي. في المسيحية، المسيحية شافت البقرة كرمز للخدمة والطاعة. الإنسان اللي بيخدم بقلبه وبيقدم خدمة من روحه ومن قلبه للآخرين ومش منتظر منهم المقابل، وعنده صبر وطاعة في تقديم الخدمة للآخرين بدون انتظار لشيء. فبيقول لك إن الإنسان أو العامل المخلص في خدمة الرب مثل البقرة. العامل المخلص في خدمة الرب والعطاء للرب، إنه جزء كبير جدا من حياته بيرصدها للعطاء وخدمة الآخرين وسبورت الآخرين وخدمة الرب. فهو الخادم المخلص اللي زي البقرة، اللي في عنده روح العطاء زي البقرة. وفي الإسلام عندنا طبعا الفكرة بتاعت البقرة ودور البقرة والقصة بتاعت بقرة بني إسرائيل، وإن إحنا عندنا صورة كاملة باسم البقرة لبرضو مقدار أهميتها ورؤية الإسلام لهذه البقرة، العنصر المعطاء بكل الأشكال واللي بيعلم الحنان وبيعلم العطاء، وإن هي كمان رمز للتضحية والتقرب إلى الله، وإنها كنوع من أنواع الكائنات الحية اللي إحنا ممكن بنستخدمها كأضحية من أجل الفداء وهكذا. فشافوا فيها برضو رموز جميلة جدا جدا جدا. فبالتالي البقرة لما نظرت ليها مصر القديمة وبصت ليها كمان حضارات مختلفة تانية كتير، فالفكر بتاعها أصبح واضح وصريح ما بين الحب الغير مشروط، العطاء اللي بلا حدود، الأمومة وخوفها على الأولاد بتاعتها، التغذية اللي دايما بتغذيك وبتدي لك حاجات كتير، بتغذيك باللحم بتاعها، بتغذيك باللبن بتاعها، بتغذيك بكذا، لدرجة إن إحنا بنشوف على الآثار المصرية القديمة ملوك كتير جدا جدا بيبقى راسمين شكل البقرة وهم بيرضعوا منها مباشرة في رمز لاتصالهم بالرحمة الإلهية وبالعطاء الإلهي الغير محدود اللي هو تجسد في النهاية في شكل البقرة. وسموا هذا العطاء الإلهي الغير محدود حتحور، واللي هنتكلم عنه بتفاصيل في لقائنا القادم. المصري القديم شاف إن البقرة بتعلمنا الاستقرار والتجذر، ان احنا نبقى لينا روت، يبقى لينا جذور في الارض. البقرة بتعلمنا ازاي نبقى عندنا وعي بشكر الجذر بتاعتنا، بتبث فينا الشعور بالامان والتوازن والاستقرار. ليه؟ لان سلوكياتها اللي بتحكمها فيها هدوء. البقرة مش من الحيوانات اللي بتجري وبتثير الهرج والمرج والفوضى في المكان، بالعكس بتمشي بالراحة بهدوء شديد جدا. فبتعلمنا التأني، بتعلمنا التوازن، بتعلمنا الاستقرار. البقرة قبل ما بتدخل أي بيئة أو أي مكان أو أي بيت أو أي حظيرة ليها، بتبدأ الأول تبص يمين وشمال علشان تكتشف المحيط بتاعها، وبعدين تبدأ تدخل جوه المكان ده لما تحس فيه بالايه، بالامان والاستقرار. فهي معلم جميل جدا. لما كان الفلاح بيبقى قاعد في الغيط بتاعته وبيتفرج على الحركات والطريقة بتاعتها والاسلوب اللي هي بتتعامل بيه، فخد منها كتير جدا من المعلومات. كمان المصري القديم لما بدأ يشرب اللبن بتاعها وبدأ يشوف التأثير النفسي والتأثير الروحي لهذا اللبن عليه بعد ما بيشربه، وصل لأن اللبن بتاع البقرة فيه نوع من الفريكوينسي، ذبذبات مهدئة للعقل ومهدئة
للنفس، وبتساعد الإنسان على آه، عملية تنشيط الطاقة الحيوية عند الإنسان. اللبن بتاع البقرة، فبدأ إن هو يشوف إنه لما بيشرب هذا اللبن بيبقى عنده مود حلو، طاقته الحيوية جميلة، ذبذبات الفايبريشن بتاع اللبن ده أثرت عليه بشكل جميل جدا، لدرجة إن إحنا بنشوف على الآثار لما النوع من أنواع أهم نوع من أنواع الأوفرينج، الصدقات وانواع المشروبات او الاكل اللي بتستخدم في الطقوس، اللي بيتقرا عليها نصوص مقدسه وبتقدم كمان لما الشخص بيدعي الاله ان هو انا عايز شيء معين من الاله، فبيقدم صدقه مع الدعاء بتاعه علشان الاله يستجيب دعائه. من ضمن اهم انواع الصدقات ان انت تدي للناس لبن. ومن ضمن انواع الحاجات اللي انت ممكن تقرا كلام مقدس عليها وتشربه ان انت تشرب لبن. فكمان الموضوع ده ارتبط اكتر على الاخص بايه؟ ب لما تكون بتدعي بان ربنا يفتح دماغك ويدي لك افكار ويدي لك كلاريتي للرؤية بتاعتك. ان انت عندك تشويش في الرؤية، عندك مخاوف من المستقبل، عندك قلق مما سيحدث مستقبلا، تعمل ايه؟ ادعي الاله ان هو يفتح بصيرتك، ان هو يدي لك الالهام، ان هو يوضح ليك الرؤية بتاعة الحياة وطريقك، واشرب لبن. ليه؟ لأن اللبن ده رمز للنقاء والصفاء ووضوح الرؤية. فدايما كان منين ما هتلاقي أثر في الملك او الشخص واقف بيدعي الاله وشايل على ايده لبن، هتلاقي قدامه ايه بيدعي؟ ايه بيدعي؟ انه يديله الصفه بتاع بتاح. بتاح اللي هي الكرياتيفيتي، العقل المبدع، العقل المستنير، العقل اللي عنده افكار حلوه، العقل اللي عنده وضوح للرؤيه. فاللبن بتاع البقره بيدينا ذبذبات جميله جدا مهدئه للعقل، فبالتالي بتشتغل بمزاج، ما عندكش ضغوطات، ما عندكش ستريس، فبالتالي بيبقى عندك وضوح للرؤية لأفكارك اللي انت عايز تعملها قدام، وده بيوصلك للإحساس والشعور بالأمان والاستقرار والتجذر. فالمصري القديم كان عنده علم ووعي بهذا الاتجاه، فدخل اللبن من ضمن أنواع الصدقات ومن ضمن أنواع المشروبات الروحية اللي بيقرأ عليها نصوص مقدسة وبيبدأ يشربها علشان يبقى تحت التأثير الروحي بتاعها الجميل. نفسيا، البقرة في مصر القديمة ساعدت المصري القديم على إن هو يهدي عقله ويقلل من التوتر. ليه؟ لأن الحركة بتاعتها هادية، الحركة بتاعتها بسيطة، ما فيهاش تنطيط، ما فيهاش خوف، ما فيهاش فوضى. فبالتالي هو اتعلم منها هذا الاتجاه، فلما بدأ يشوفها، كل ما بيشوف الخطوات بتاعتها البسيطة الهادية كل ما بتساعده على تخفيف القلق والتوتر. بتعزز كمان البقرة عندنا لما بنتأمل ونشوف سلوكياتها، بتعزز عندنا الامتنان والرضا والعطاء. العطاء ده شيء من أكتر الحاجات اللي الجنس البشري محتاجها في حياته، إن الإنسان يبقى عنده أو يوصل لوعي العطاء الغير محدود أو الغير مشروط. إن أنت تدي وما تستناش حتى كلمة شكرا. دي من أسمى أنواع الوعي البشري، إنك تخدم الآخر وما تنتظرش المقابل، إن أنت تخدم الآخر وما تستناش شيء. فهنا بتعزز عند المصري القديم، خدها علشان دايما تفكروا إن أنت لو حد طلب منك نصيحة انصحه بدون مقابل، لو حد طلب منك خدمة اخدمه وما تنتظرش المقابل، لأن الخدمة دي اللي بدون مقابل من هيومن تو هيومن، من إنسان لإنسان.
طب انت الجزاء الافضل والفيدباك الاحسن اللي يجي لك من ديفاين تو هيومن، من الاله ليك. انت لما تخدم الاخر بطريقه غير محدوده وغير مشروطه ومش منتظر المقابل، فالمقابل ربنا يديهولك. فده هيبقى افضل كتير جدا من ان انسان يرد لك الجميل او انسان يرد لك الخدمه. فافضل من الرد بتاع الخدمه من انسان لانسان، لا، انت تعطي بدون مقابل وتخدم بدون مقابل، او بدون ما تستنى المقابل، تنتظر المقابل من الاخر كنصيحه او خدمه. وهيكون العطاء او الفيدباك من ربنا ليه. فكان دايما بتعزز عنده فكره العطاء والمحبه والخدمه، مشاعر الامتنان والصبر، لانها كانت بتساعده في خدمه الارض، حرث الارض. فهي صبوره، وهي عندها قوه تحمل، وهي عندها حاجات كتير جدا علمته كتير جدا من المشاعر الجميله. فبالتالي البقرة في مصر القديمة كانت من أجمل المعلمين الروحيين في مصر القديمة، اللي بيعلم الإنسان بطريقة لطيفة، كل تعليمها سموث جميلة، ما فيهاش طريقة أجريسيف. لأن المصري القديم لما بدأ يبص للطبيعة كان بيقول إن هناك في الطبيعة معلمين صارمين. معلم كده بيعلمك الشيء بطريقة صارمة، وفي معلم لطيف، وفي معلم حكيم. فكل كائن حي بيعلمك بالأسلوب والطريقة بتاعته. فالمعلم اللطيف الجميل الحنون كان من ضمنهم البقرة، لدرجة إن المصري القديم بدأ يربط نفسه بيها في رسومات كتير جدا جدا في الحياة، واعتبرها إنها رمز للحماية ورمز للدعم ورمز للأمومة ورمز للعناية الإلهية ورمز للعين الإلهي الحنونة اللي طول الوقت بتحمينا وتحرسنا وبتحتضننا زي ما هنتكلم عن حتحور المرة الجاية. فالبقرة في مصر القديمة هي معلم روحي جميل جدا. لما نتفرج عليها هنلاقيها بتعلمنا الصبر والاتزان الداخلي. صبر واتزان داخلي، بمعنى ان انت لازم تكون انسان صبور في مواجهة الحياة، تكون انسان صبور في العطاء، تكون انسان عندك صبر في عدم التسرع، يكون انسان عندك صبر في التحرك واخذ القرارات بهدوء. زي ما البقرة بتبقى دائما هادية ورزينة وعندها صبر وتحمل. البقرة بتعلمنا العطاء الغير محدود والحب الغير مشروط. زي ما بتدي اللبن لأولادها، وبرضه بتدي اللبن للبشر وبدون انتظار مقابل هنا أو هنا. فأنت كمان لو اتطلب منك خدمة أعطي بسخاء، ولا تنتظر المقابل من الإنسان، ولكن ائمل بشكل كبير جدا بالمقابل من الإله. أعطي بسخاء ولا تنتظر المقابل المادي من البشر. كمان أعطي بسخاء بدون خوف من الفقد. أعطي بسخاء بدون الخوف من الفقد. يعني إيه؟ يعني البقرة بتدي اللبن لرضيعها وبرضه بتدي للبشر. طيب هي لو خافت للحظة واحدة بس إن هي لو إدت اللبن للبشر، طب ما أنا ابني بعد كده ممكن ما يلاقيش لبن يشرب. لا، هي بتدي لده وبتدي لده، وعارفة ومتيقنة إن لما ابنها هيجوع مرة تانية هيلاقي لبن. فأنت كمان أعطي بسخاء بدون خوف من الفقد. ناس كتير جدا لما بتتحط في مواقف إن أنت مطلوب منك شيء بيخاف إن هو يعطي بسخاء، بيدي على القد، بيدي الشيء مبتور، بيدي الشيء ناقص، بيدي الشيء، لأن في دايما عنده خوف صغير بيقول له إن أنت لو عطيت بسخاء
ممكن الآخر ده ياخد الشيء اللي أنت اديتهوله ويستخدمه بشكل تاني، فياخد منك رزقك، وياخد منك كذا وياخد منك كذا، فأنت تفقد اللي عندك. بالعكس، أعطي بسخاء. البقرة بتعلمك أعطي بسخاء ولا تخف من الفقد. ليه؟ لأن الإنسان اللي بيعطي بسخاء وبيعطي بإخلاص، ربنا بيعوضه بأكتر بكتير جدا، وبيديله أكتر بكتير جدا كوفرة. البقرة كمان بتعلمنا التجذر والارتباط بالأرض، الارتباط بالوطن، الارتباط بالبيئة، التناغم مع هذه البيئة. فبتعلمك إن أنت تبقى مرتبط بأرضك، ومرتبط بجذورك، ومرتبط بماضيك، ومرتبط بتاريخك، علشان هذه الأرض وهذا الجذور وهذا التاريخ وهذا الماضي هو اللي على أساسه أنت عايش الحاضر بتاعك، واللي على أساسه هيتشكل المستقبل بتاعك. فهنا الارتباط والتجذر بالأرض وبالوطن، والانتماء للبيئة، والانتماء للكون من حوالينا، والانتماء للتاريخ، وهكذا بتعلمنا. البقرة بتعلمنا القبول والرضا بالحياة وتقبلها. وده مش معناه الاستسلام، ولكن التقبل والرضا بمواقف الحياة المختلفة، لإنك تفهم الواقع، تفهم الواقع وتتعامل معه بحكمة. فالقبول مش معناه الاستسلام، ولكن معناه فهم المواقف وفهم الواقع اللي انت عايش حواليه، وازاي تقدر تتعامل معاه بطريقة فيها حكمة وفيها تناغم وانسيابية، علشان تبقى قادر تتناغم مع مواقف الحياة، ما تصطدمش مع مواقف الحياة، وما تصطدمش مع الديستني. فبالتالي هتقدر تتناغم طول الوقت مع المواقف up and down، وبالتالي هتقدر تحس طول الوقت بالامتنان والرضا. البقرة بتعلمنا تقبل ورضا بالواقع، بإن الإنسان ممكن يمر بيه أوقات كتير جدا في الحياة بنقع فيها. الوقت اللي انت بتقع فيه ده مش معناه ان هو شيء وحش. بالعكس، وقت الوقوع او الوقت اللي بتحس فيه ان كل الدنيا واقفة، هي في حد ذاتها فرصة ليك ان انت تلتقط انفاسك، وان انت تستعد، وان انت تكتشف ما هو الجديد اللي لازم ان انت تقدمه، او اللي لازم انت تعرفه علشان تبقى طالع من جديد. فالوقوع ده في حد ذاته هو فرصة لبداية جديدة. هو ده اللي البقرة بتعلمهم، التقبل والرضا والتناغم مع أمور الحياة، فهم الواقع بشكل كويس والتعامل معاه بحكمة. زي مثلا لو البقرة قررت إن هي ما تديش لبن لصاحبها، تدي بس لبن لابنها، وهنا أنا مش هدي لبن للبشر، ايه اللي هتكون النتيجة؟ النتيجة انها يا تتباع، فهتتحول من مالك لمالك، وبالتالي هتحتاج وقت عشان تكتشف الملك الجديد هيتعامل معاها ازاي، او الاوبشن التاني ان هي تتذبح وتتاكل، فبالتالي هتبقى فقدت حياتها. فهي في كل الاحوال فهمت الواقع ان ده محتاج لبن وده محتاج لبن، فانا هدي لده وهدي لده وهحافظ على البقاء بتاعي. فهي فهمت الواقع وتعاملت معاه بحكمة. بحكمة منين؟ من النيتشر بتاعتها، طبيعتها اللي أعطاها ليها الخالق العظيم، وهي التقبل والرضا بمواقف الحياة والتعامل معها بحكمة لذيذة. فالبقرة لما نشوفها صورة ليها، أو نشوفها في الشارع في أي مكان نروحه ونتفسح فيه، بتعلمك وبتقولك خليك صبور ومتزن، ما تتسرعش في الحكم على مواقف الحياة. بتقولك أعطي بلا حدود وبلا شروط، ولا تخاف من الفقد، فقط أعطي بسخاء والإله هيعوضك. بتقول لك ارتبط بجذورك، وارتبط بتاريخك، وارتبط بانتمائك لمجتمعك، لأن ما هو ماضي قائم عليه حاضرك، بيتشكل على أساسه مستقبلك. بتقول لك تقبل الحياة بمواقفها كما هي،
ولا تستسلم، ولكن تعامل بحكمة مع كل موقف من مواقف الحياة. فهي دي كانت البقرة في عيون أجدادنا في مصر القديمة وفي الحضارات التانية كمان. ندخل على اللينك مرة تانية ونبدأ فقرة الأسئلة.